النسخة الأأمن والأخف من عملية تكميم المعدة The Lap Band Surgery اللي هي عملية ربط المعدة. هاي عملية تتم بالناظور، يفتح الجراح جزء صغير من البطن ويدخل على المعدة بجهاز يربط المعدة ويخليه بحيث يقسم المعدة جزء صغير وجزء كبير. أول ما تبدي تاكل وينزل الأكل لبطنك الجزء الصغير رأسا ينميل. الرباط هذا عبارة عن كيس محقون بسائل، يعني معناها نقدر نكبره ونقدر نصغره حتى نسهل عبور أو نصعب عبور الأكل من الجزء الصغير إلى الجزء الكبير. تعتبر هاي العملية مقارنة بعملية قص المعدة عملية سهلة وصغيرة، ما بها قص لأجزاء المعدة، نقدر نتحكم بها نكبر ونصغر براحتنا. المشاكل هنا نزول الوزن مو قوي لأن الجزء الصغير ممكن يكبر شوية. الأكل يتعب المريض ولازم ينمضغ زين، لأن إذا ما انمضغ زين ممكن تنسد الفتحة الرابطة بين الجزء الصغير والجزء الكبير. وبعض الأحيان وخصوصا الناس اللي تحب الأكل ياكلون أكثر من اللازم، وهذا ممكن يخليهم يستفرغون الأكل. المشكلة الثالثة انه ممكن المريض يرجع يزيد وزنه مثل ما قلنا انه الجزء الصغير من المعدة يكبر مرة ثانية. المشكلة الرابعة هي مشكلة تجي ويا اي جراحة ثانية مثل مضاعفات التخدير. المشكلة الخامسة ممكن يصير بالمريض حصوات بالمرارة اذا صار عنده نزول سريع. بهاي العملية وبكل العمليات النزول السريع يؤدي الى حصوات بالمرارة. السؤال المهم، انت اذا وزنك زايد ممكن تسوي هاي العملية؟ شنو رأيك؟